اوكي اوكي. السلام عليكم، صباح الخير، صباح المحبه. شكرا لحضوركم الكريم، شكرا لاساتذتنا الكبار. طبعا شكر موصول للاستاذ حمدي اللي هو من النجف اجى من اجل الجلسه. شكر كبير لاستاذنا وحبيبنا الاستاذ حمدي. الاستاذه زينب فاضل المرشدي يعني هذا مجده جدا. اثنين من ادباء العراق طبعا يعجبوني بشكل بشغلهم، اضافه لعملهم الادبي يشتغلون في العمل، اشتغالاتهم في العمل الانساني. عزيز داخل اللي صبرته ويفتر على المحافظات، العفو القرى، يدرس محو الاميه، وعنده مشروع الالف متعلم يعني جاي يشتغل عليه. والاستاذه زينب ايضا تشتغل في المجال الانساني، التوحد. نعم. الأستاذة زينب فاضل المرشدي لديها 3 روايات. الرواية الأولى العفو اللي عندنا خارج الصندوق، هذه خارج الصندوق، ثم بدأت بجويرية، طبعا كانت رواية رائعة وقمنا جلسة لها. والآن شق جدار، طبعا لازم نطلع سيرة بعد نحكي. زينب مواليد 84 وهي دائما تجي عن مواليد 90. صيدلانية وكاتبة وروائية، كتبت رواية جويرية وخارج الصندوق وشق جدار. مهتمة بأدب الأطفال، طبعا عندها أيضا كتاب عن أدب الأطفال، مجموعة قصصية سيصدر قريبا إن شاء الله. مديرة قسم استشارية في مستشفى الحسين لمدة 2 سنين، مديرة شعب الصيدلة في مستشفى الحسين أيضا 7 سنوات. أقامت عديد من الدورات التدريبية. هي عضو ملتقى السرد ومسؤولة في ملتقى السرد الروائي. لديها مشاريع خاصة، شاركت في دورة تعليم الموسيقى. طبعا امرأة بهذا الوضع في محافظة من الجنوب تنشر المدنية وتنشر الحياة. شاركت في العديد من الورش الخاصة لتطوير مهارات المرأة. أقامت ورشة خاصة بالكتابة الإبداعية، وقيم لها 3 جلسات سابقة في السماوة، ولدينا هنا في عن جويرية وهذه جلستنا عن شق جدار. أتمنى أن تنال رضاكم. مهتمة بالأعمال الإنسانية، قامت جلسة قراءة للأطفال في مدرسة الأمل منتظر خاصة بالأيتام، وقامت ورشة في الرسم. يعني متعددة المواهب وإنسانية جدا. أهلا وسهلا بك ست زينب، وأهلا بالأستاذ العامري، الشرف بك أستاذ. ست زينب، قبل أن تكلمي توجهي كلمة، لدينا بعض الأسئلة. هل واجهتي صعوبات في كتابة الرواية عن قبل العائلة وقبل المحافظة وقبل؟ لا بالعكس. هل هناك ضغط اجتماعي؟ لا بالعكس. شوي صوت أعلى من ذا شوي. بالعكس، مو ضغط اجتماعي. نعم. الأهل والأصدقاء والأقارب والاتحاد وكل من يسمع هو يدعمني ويشجعني على الاستمرار في الكتابة. لكن أكو يعني بعض الصعوبات والتحفظ من كتابة المرأة بصورة عامة. يعني أكو مواضيع مثلا محظورة، المجتمع يعني يفرض هذا النوع، ما نقدر نكتب بكل المجالات ولا نقدر نكتب بحرية مطلقة. يعني لازم أكو تحفظ في مكان معين. فكرة كتابة الرواية يعني حدثت من خلال قراءات مستمرة؟ يعني هي إذا واحد يقرأ من أيام المراهقة راح أكو شغلات راح تنطبع في البال. يعني فالرواية دائما أنا أتجه للرواية، أقرأ الرواية إلى أن صار باللاوعي. يعني حتى من إجيت أريد أكتب ما كانت ببالي يعني ولا فكرة إنه أكتب رواية، لكن هي يعني راحت اتجاه القلم باتجاه الرواية بدون أن أشعر. شكرا جزيلا. ست، قبل أن نبدأ بالقراءة النقدية، هذه كتبت تقنية تعدد أصوات. نعم. نعم. الآن ندع طبعا الكلمة والقول الفصل لنقادنا الكبار. نبدأ بالأستاذ الكبير أستاذ قاسم مشكور. تفضل أستاذ. شكرا جزيلا. صباح الخير جميعا. صباح النور. وقبل أن أدخل إلى متن الرواية، أنا أسجل إعجابي وتقديري بالروائية المبدعة لسببين. السبب الأول إنها امرأة، وكتابة الرواية تكاد تكون حكرا على الرجال،
والسبب الثاني أنها تنتمي إلى محافظة جنوبية، وهذا مدعاة للفخر بها. الواقع الرواية، موضوع الرواية ماذا بوسعي أن أقول عن الرواية؟ الرواية حتى ما لها تعريف ثابت، الرواية حتى أكبر من التعريف. الرواية توليفة حياتية شاملة فيها كل أصناف الحياة، هي الحياة بعينها. سأناقش رواية الروائية زينب على مستوى الفكرة، وسأدع جانبا قضية النسق أو الشكل، لأن الشكل والسرد كانوا مذهلين بصراحة، ساردة خطيرة، ولكن هذا لا يعني إعفائها وإعطائها صك البراءة والنجاة من ملاحظاتنا التي ستكون ربما قاسية. على مستوى الفكرة، أنا أرى أن من صميم واجبات الروائي، أي روائي، هو خلق حالة من التناظر والانسجام والتماهي بين موضوع الرواية وبين القارئ. فإذا ما أخفق الروائي في خلق حالة التناظر استحالت إلى حالة تنافر، وربما ترجمت على شكل عدم انسجام وتوافق بين القارئ وبين الشخصيات الرواية ذاتها. الرواية بشكل عام الروائية أخفقت في خلق حالة تناظر حقيقية بين القارئ وبين الشخصيات التي قدمتها. فقد قدمت شخصية الأب، وشخصية الأب في المجتمع العراقي هناك ما يمكن تسميته بالانجذاب الغريزي تجاه الأب. الأب يمثل حالة اجتماعية وحالة مثلى لدى الإنسان الشرقي. والأدهى من ذلك أنها لم تقدم المبررات الحقيقية التي تدين الأب، كأن تظهره عرجيك أو سكير أو ماجن، أو ربما يقترب من منطقة زنا المحارم لتثبت إدانته. كل ما قدمته الروائية هو أن الأب قاسي، و90% من آبائنا قساة. فهل علينا أن ننكر آباءنا لأنهم قساة؟ فإذا ما وصلنا إلى هذه النقطة فعلى الدنيا السلام. في العمل الروائي هناك ما يمكن تسميته بثنائية التثبيت، أي أن الروائي يمسك بخيوط الشخصيات ويحركها، وواجب الروائي هو الفرز بين الشخصيات الشريرة والشخصيات الخيرة. فإذا ما أفلتت خيوط اللعبة ودخل في حالة التداخل فأضحى الشرير في عين القارئ خير، فقد انفلتت الأمور منه. وأنا بتقديري لم يسعف الحظ ولم توفق في جعلنا ندين هذا الأب، بل على العكس تماما جعلتنا نتعاطف معه. والغريب أنها تطرقت إلى بعض الجزئيات والتفاصيل لتزيد إدانتها. ففي الصفحة 7 أو 8 كان يحاسب ابنه على مواقيت الصلاة، أي أنه أب ملتزم، ووبخ ابنه لغرض الالتزام بمواقيت الصلاة. فأنا بتقديري حتى نغادر هذه الجزئية، الأب كان ضحية من ضحايا
الروائية المبدعة زينب المرشد. الروائية أخفقت في تقديم البعد النفسي للشخصيات، ولم تقدم أو تهيئ القارئ نفسيا للاستدارات الخطيرة في الشخصيات. وعلى سبيل المثال شخصية العم أبو عادل، حينما ذهب إليه محمد برفقة أبيه لكي يشتغل عنده، فكأنما سقطت من السماء ضحية من ضحاياه، فتل شاربه وتوعده بمزيد من الأسى أو القسوة، وذهب به إلى الحمامات لينظفها، وكانت حمامات بصراحة قذرة. والوصف الوحيد اللي كان بالرواية هو وصف الحمامات اللي جعل محمد يتقيأ. ولكن علاقة محمد بالعم قدمت على أساس إنها علاقة وثيقة، هي تعتمد على العنصر الزمني، وأنا أقول إن التمهيد النفسي يعتمد على الوقائع، فليست هناك وقائع تدلل على هذه الاستدارة أو التهيئة النفسية التي ينبغي أن توجد لحدوث هذه التطورات أو التغيرات في سلوك الناس. كما قلنا أن الرواية جاءت بالضد من ملكة الانجذاب الغريزي تجاه الأهل، وتحديدا الأب والأم. وكما قلنا أيضا أن الروائية أخفقت في تقديم الأدلة التي تدين الأب. نأتي الآن إلى وحدتي الزمان والمكان. الواقع وحدتي الزمان والمكان لم تؤسسا على أساس صحيح، فالزمان منقطع، ويكاد القارئ لا يعلم أن هذه الرواية تنتمي إلى أي حقبة زمنية، فلا دليل في الرواية يدلل على الحقبة، وكأنما الزمن منفصل، جاءت في سياق استثنائي. وكذلك المكان لم يتم استثماره، وقدم بيتي أبو عادل وأبو محمد على أنهما المكانين الوحيدين، وكأنهما يعيشان في صحراء. ما قالت لنا بها محافظة ولا قالت لنا بها بلد؟ قالت بالسماوة ومواصفته وقال موقع المعمل. أنا آسفة يعني. نعم. اكمل هي عندك الحق بالتعقيب. نعم. نأتي إلى الأسلوب. الصياغة قدمت بأسلوب واحد على الرغم من تعدد الرواة، وفي ظني أن الرواية لو كتبت بالطريقة التقليدية لكان أفضل لها، لأن كتابة الرواية البوليفينية أو التعددية في الأصوات ينبغي توفر شروط. أهم شروطها هو اختلاف أيديولوجية الأفراد أو الرواة، وتعدد الزوايا التي تنظر أو ينظر منها الشخصية، يعني يتكفل بخلق شخصيته ووجهة نظره بعيدا عن الآخرين. بقي أن أقول أن الرواية على الرغم من صغر حجمها لكنها تملك خاصية اقتياد القارئ وبرغبة وبنهم لقراءتها. وأنا أعتقد أن أي روائي إذا ما تمكن
من الإمساك بتلابيب القارئ وأخذه في سياحة داخل نص الرواية، فهذا بحد ذاته يعد نجاح. وأنا أعتقد إذا ما قيست الأمور بمقاييس أو معايير النجاح والفشل فإنها كانت ناجحة بامتياز، لأنها قدمت لنا سردا طبيعيا حقيقيا وأحداث على الرغم من أنها تقليدية ولكنها شدتنا. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا استاذ. طبعا نرحب بالاستاذ الحبيب استاذ صادق. نعم كلمه قارئ كقارئ يعني المجال الاستاذ حمدي بعد الكبير استاذ قاسم الكبير يقول هو يبلش بعد موقف خليه يقعد وابدي. بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل. السلام عليكم ايها الاخوه والاخوات. ولو المفروض نقدم الاخوات قبل بس بعد جدي بالكلام. ورحمه الله وبركاته. اولا نرحب بالروائيه الست زينب الذي جاءت لنا من مناطق الجنوب او السماويه الجنوب جنوب بالوسط شويه من منطقه السماوه، ومشكوره جدا يعني بهذا الحضور. هو المفروض كنا احنا نروح نذهب لهم بس ما تغيرت استاذ رياض غير لنا. المهم طبعا الروايه عمل ادبي كبير مضني جهد جباره لاي كاتب او كاتبه، وبهذه الظروف الصعبه نجد بانه امراه تقدم لنا روايه حديثه باسلوب تقني متقدم بصوره فنيه جدا، وهي الروايه البوليفينيه. والروايه البوليفينيه كما تعلمون متعدده الاصوات عكس الروايه المونولوجيه اي تكون ذو صوت واحد. الروايه البوليفينيه تكون عنصر الديمقراطيه موجود بها عكس الروايه ذات الصوت الواحد الذي تكون دكتاتوريه السارد او دكتاتوريه البطل او احد الضمائر. في هذا العمل الروائي وجدنا الكثير من الحالات الفنيه. اكثر المتلقين يعني دون النخب انا نحكي بانه يميلون الى الروايه ذات الصوت الواحد. لذلك نرى ان هاي الروايه التقليديه او الكلاسيكيه او المونولوجيه تكون مقبوله لدى المتلقي اكثر من الروايه البوليفينيه المتعدده الاصوات الذي تحمل الكثير من الرؤى والافعال كما تفضل بها استاذنا استاذ قاسم مشكور والافعال. لذلك كانت هذه الروايه روايه متقدمه، لكن روايه برايي الشخصي روايه جويريه كانت يعني اجمل، رغم ان الامور الفنيه في هذه الروايه اكثر والجهد اكثر. السرد موجود جميل جدا. الوصف في هذه الروايه يكاد يكون قليل، ولو هي وصفه المعمل ووصفه الزواج بالصفحه الاخيره اتوقع، يعني وصفتها بعد مرور سنه اي بعد مرور سنه من وفاه الاب. المكان السماوه، وحتى مكان الزواج مقام المهدي وهو بناء مطل على النهر محاط ببساتين كثيفه موجوده. وصف كان وصف جدا يعني بحيث وصف صوره، يعني قاعد اقرا صوره بالوصف بصراحه. التقديم في بدايه الروايه ايضا كان جميل جدا. يعني كنت تقديمه العنوان كنت اتابع توسع حجم الشق في جدار غرفه الجلوس، يعني بصراحه شدني هذا العنوان. الروايه كانت روايه تشويقيه، يعني الروايه تملك عنصر التشويق، تملك عنصر